مشاكل الباطنيه كثير، اكثر من اكثر الناس اللي يحبوني، بس يبغون تدلنا على عشبه طيبه في مشاكل البطن وما نحو ذلك. والله انا انصح الناس، عرفت كلامي، الليله بثلاثه اعشاب للباطنيه، ومنها ايش؟ الشمر الاخضر. وين الشمر موجود؟ موجود. انصح الناس بهذه العشبه الشمر الاخضر. هذه وش تفيد العشبه ذي؟ هذه تسمى في جيزان الخضيرات. نعم صح. ولكن في عالم الاعشاب يسموه الشمر. نعم. وكذلك ايش؟ النخوه. هاتان العشبتان اذا مزجت، عرفت كلامي، وجمعت مع نجمه اليانسون. نجمه اليانسون هذه الذي ترفع جهاز المناعه، عرفت كلامي لا؟ انتهى الناس من مشاكل الباطنيه. انتهى الناس من مشاكل الباطنيه. كيف يعملوها؟ يعملوها على طريقه ايش؟ شاي وقهوه. شوف المغاربه واهل سوريا يبكر في الصباح يجمع ما بين نجمه اليانسون وما بين الشمر وما بين النخوه، ويسمى زهورات، يسمى شاهي الزهورات. يعني يسوي زي الشاهي، طبخ. نعم، احنا قد جمعناه ها هنا. تعال. عرفت كلامي. طيب واذا شربت وش يصير؟ اولا يكون يومك دائما ما عندك لا غازات ولا انتفاخات ولا اي حاجه. عجيب. عرفت كلامي. وتكون رايق جدا، تكون رايق جدا. لو جمع الذي يعاني من الباطنيه بين هؤلاء الاعشاب الثلاثه، وهي زهره نجمه اليانسون وما بين الشمر وما بين النخوه، عرفت كلامي لا، وشرب من الصباح يكون رايق 100. يعني السوريين يسوونها؟ السوريين والمغاربه يشربون الصبح. يعني ان شاء الله الغازات وما الغازات ولا شيء. الغازات والمشاكل ومشاكل الفم ومشاكل، عرفت كلامي، الجيوب الانفيه هذه كلها تنتهي عنده. ما شاء الله. ويكون هادئ، لان نحن في الجزيره عندنا ايش؟ انفعال. شحنه، عرفت نعم. كلامي. لو شرب هذا من الصباح يكون ايش؟ رايق. ما شاء الله. عرفت كلامي. يعني هذا المشروب يشربونه السوريين والمغاربه ويكون مفيد للباطنيه، المغازات ونحو ذلك. ما شاء الله تبارك الله. طيب القولون؟ نحن عملنا القولون عشبه باسمها ايش؟ سميناها بذور الراحه. بذور الراحه. هذه بذور الراحه لاصحاب القولون، سواء كان العصبي او الهضمي. هذه القولون تنفع؟ هذه القولون. هذه ايش؟ تهدئ القولون. لكن هذه بذور راحه تهدئ. وهناك 22 عشبة لتنظيف القولون. 22 عشبة لتنظيف القولون. تنظيف القولون. الذي يريد ينظف القولون نعمل له مجموعة من الأعشاب لتنظيف القولون. إذا نظف القولون ثم نقول له استخدم بذور راحة. بالنسبة لأصحاب الحالات إيه؟ النفسية والمشاكل، عرفت كلامي لا؟ جبنا لهم عشبة اسمها عشبة القديسين. القديسين. عرفت كلامي. عشبة اسمها عشبة القديسين. وسميت عشبة القديسين لأن كان الذين في الرهبان يستخدمونها العباد، عرفت كلامي، من أجل أن يهدوا. يا سلام. هذه للراحة. هذه الذي عنده مشاكل ووسواس وقلق واتهامات يستخدم عشبة القديسين، ويسموها الآن عشبة الحباسة. يسمونها بعض العطارين. يعني هالعشبة اللي عنده قلق ولا توتر يبغى يرتاح يشربها، يسمونها عشبة الحباسة أو القداسين. أو القديسين. هو الطب النبوي قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بحبة السوداء فإنها تنفع لكل شيء إلا السام. فقالوا: السام ما هو يا رسول الله؟ قال: الموت. فالحبة السوداء ترفع جهاز المناعة كثير جدا. ثم نأتي بعد الحبة السوداء إلى القصب الهندي. هذا مذكور في الطب النبوي. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بهذا العود فإنه ينفع ل7 أدواء. وعليكم في اللغة العربية ألزموا، اسم فعل أمر بمعنى ألزم. أي زبون يأتي إلينا في هذه العطارة العملاقة نرشده إلى الطب النبوي، مع أني أنا درست أعشاب لفترة طويلة فيها، لكن أنا أي واحد يأتي إلى هذه العطارة أوجهه إلى الطب النبوي، وأبدأ له بالطب النبوي الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، أو العشابين والمعتمد عليهم كجابر وابن سينا وغيرهم في كتبهم. ما شاء الله. عرفت كلام الله؟ نعم. فنرشد هذا. وهناك مضاعفات للأعشاب. نحن نعرف العشبة لمن تصرف وكيف تصرف وفي أي زمن تصرف. ما هو من أتى أخذ العشبة، لأن العشبة لها منافع ولها أضرار ولها طريقة. حتى على مستوى العسل الذي قال الله فيه شفاء للناس. نعم. لو استخدمت العسل بشراهة وبإشراف سيؤثر على نفسك. لا بد في استخدام العسل أن يكون له إيه؟ طريقة. كما قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزج العسل بالماء. ما علم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب العسل إلا بالماء. حمصت؟
اصناف النعم مقابل جامع احمد بشير في محافظه ضمت. الناس بتستفيد منه ما شاء الله تبارك الله. الشيء الجميل انه خبير اعشاب تقريبا 10 سنوات ولا اكثر؟ اكثر من 10 سنوات.